ما كنت أؤمن بهالأشياء، ولا عمري صدقت سوالف الرعب اللي تنتشر بين الطلبة. دايما أقول هالخوف من صنع خيالكم، لين دخلت هالبنت علينا، ومن ذاك اليوم وأنا أحاول أنسى، بس كل ما سكرت عيوني أشوفها. أنا طالبة بمدرسة ثانوية حكومية، صفنا عادي، بنات عاديات، سوالف، ضحك، ملل، حصص، لين يا يوم الأحد بداية أسبوع دخلت علينا طالبة جديدة. المديرة بنفسها دخلت هالصف. قالت المديرة: بنات، هذه طالبة جديدة بتنقلة، بتكمل معاكم هالفصل. رفعت راسي، وأول ما شفتها حسيت بشي غلط. مو شكلها قبيح، لا، الغلط كان بالإحساس. طويلة شوي، نحيفة بزيادة، كتفها مرفوع كأنه حيل مشدود، شعرها أسود مو مرتب كأنه ما انغسل من فترة، وعينها مو طبيعية. كانت تطالع الصف كله بدون ما ترمش، ولا رمشة واحدة ولا مرة. وقفت دقيقة كاملة بس تطالع، والمديرة تبتسم وإحنا ساكتين. بعدين قالت المديرة: اسمها نورة. نورة ما قالت شيء، لا سلام لا ابتسامة، بس لفت راسها شوي شوي وراحت قعدت بآخر طاولة، الكرسي اللي ما حد يحب يقعد عليه، مكانه ورا قريب من الشباك. ومن ذاك اليوم بدت الأشياء الغريبة. أول حصة كانت رياضيات، الأستاذة تشرح والهدوء مسيطر. فجأة حسيت في شيء وراي، لفيت، نورة تطالعني، مو تطالع وجهي، تطالع رقبتي، نظرة ثابتة، عيونها مفتوحة بزيادة كأنها تحاول تحفظ تفاصيل. غصبت نفسي أبتسم لها، ما ردت، بس ميلت راسها شوي، ميول غريب، زاوية ما تسويها رقبة إنسان بسهولة. بعدها عدلت راسها فجأة كأن شيء رد مكانه. وقتها قلت يمكن توتر يصير بطالبة جديدة، بس كنت غلطانة. مع الأيام أنا ورفيجاتي صرنا نلاحظ أشياء أكثر. نورة ما تمشي مثلنا، خطواتها بطيئة محسوبة كأنها تعد الأرض، إذا وقفت توقف بدون ما تتحرك نهائيا، ما تلعب بشعرها، ما تهز رجلها، تكون جامدة لأقصى درجة، وما تتنفس بصوت. مرة بالفرصة شفتها واقفة عند المغاسل، واقفة، ما كانت قاعدة تغسل إيدها، بس واقفة قدام المراية. قربت منها شوي، كانت تحرك شفايفها بدون صوت كأنها تعيد كلام أحد ثاني. لما حست فيني التفتت بنفس الحركة الغلط، الركب أول بعدين الجسم. جان تقول لي بصوت واطي: أنت تحسين فيني؟ سألتها: شنو؟ قالت: تحسين فيني قبل ما أشوفك؟ ضحكت ضحكة عصبية ومشيت، ومن وراي سمعتها تقول: كلهم يقولون جذي. بعد أسبوع صارت أشياء أغرب. بالحصص الهادية نسمع صوت خفيف كأنه حك أظافر على طاولة. الأستاذة تعصب وتسأل: منو قاعد يسوي الصوت؟ نلتفت، نورة إيدها تحت الطاولة، بس الصوت يوقف إذا طالعناها. لين مرة كنت قاعدة بالصف حيل قريب منها، وقتها ركزت ودي أعرف من وين يطلع الصوت. طلع الصوت مو من الطاولة، كان من أسنانها. كانت تضغط أسنانها على بعض بإيقاع، وحلجها مسكر ولا يبين عليها أي توتر. بعد فترة بدت الكوابيس، أحلى مني بالصف بس فاضي، كراسي مقلوبة، سبورة مكتوب عليها اسمي، وأسمع صوت خطوات وراي. ألف، أشوف نورة قريبة حيل، أقرب من الطبيعي، تفتح حلجها بس يطلع صوتي أنا. أقوم مخترعة. المشكلة 3 بنات غيري حلموا نفس الحلم بنفس التفاصيل وبنفس الصوت. الغريب إن نورة ما تنحسب بالغياب، مرات ما تجي أيام واسمها دايما موجود. لما سألنا المرشدة الطلابية قالت: نورة ما عندي طالبة بهالاسم. ضحكنا، بس لما وريناها صورة الصف سكتت. قالت: هذه مو معاكم. طليت على الصورة، نورة موجودة
بس المرشدة ما تشوفها. قالت يمكن لعب فوتوشوب، بس الصورة من تصوير المدرسة. قررت أكلمها. بعد الدوام لحقتها، قلت لها نورة شنو قصتك بالضبط؟ وقفت لفت راسها شوي شوي، قالت كلام ما فهمته. أنا مو متنقلة، أنا ثابتة. قلت شلون يعني؟ قالت أنا دايما أكون بالمكان اللي يحتاجني. سألتها وأنت شنو تحتاجين؟ ابتسمت. أول مرة أشوفها تبتسم، ابتسامة مو إنسانية، حسيت بدوخة. آخر شيء شفته عيونها، كانت هاي القريبة مني. قعدت لقيت نفسي بغرفة بيضة، ريحة معقم بالمكان، وصوت أجهزة يطن بالأذن. إيه؟ كنت بالمستشفى؟ الدكتور قال لي إغماء عصبي، ضغط نفسي، طبيعي لطالبة بعمرك. أمي كانت واقفة يم السرير، عيونها مليانة خوف، بس تحاول تبين هادية. قالت لي شكلك كنت تتخيلين يا بنيتي. كنت أبي أصدقها، بس المشكلة حتى بالمستشفى كنت أسمع صوت خفيف، صوت أسنان تضغط على بعض، نفس الإيقاع. سألت الممرضة إذا أحد بالغرفة الثانية يسوي الصوت. طالعتني باستغراب وقالت الغرفة فاضية. بعد ما طلعت من المستشفى وأعطوني إجازة مرضية يومين عشان أرتاح. بعد هاليومين رجعت المدرسة. دخلت الصف وأنا قلبي يعورني. أول شيء طالعته آخر طاولة يم الشباك، فاضية، كرسيها مدفوع للداخل كأن ما حد قاعد عليه من زمان. طاولتها نظيفة زيادة عن اللزوم. على طول سألت واحدة من البنات وين نورة؟ ضحكت وقالت منو نورة؟ توقعتها تمزح. لفيت على الثانية وبعدها الثالثة وبعدها الصف كله، نفس الرد، نفس النظرة. ما عندنا طالبة بهالاسم، يمكن تقصدين طالبة من صف ثاني. انتي شكلك للحين تعبانة. حتى الأستاذة لما سألتها قالت ما مر علي اسم نورة بهالصف. طلعت صورة الصف القديمة من تليفوني وريتهم إياها، قالوا إحنا نشوفك بس غيرك ما في أحد. رجعت البيت وأنا جسمي يرجف. بهذه الليلة ما نمت، كنت متمددة على السرير، الغرفة ظلة بس عيني مفتوحة. وفجأة سمعت النفس، مو صوت أسنان هالمرة، صوت نفس قريب، قريب بزيادة. غمضت عيوني بقوة وسمعتها تقول بس بصوتي أنا نفس الكلام اللي قالته لي قبل ما يغمي علي. أنا مو متنقلة، أنا ثابتة. قمت مخترعة، ركضت للمراية، وقفت قدامها، حاولت أبتسم، الابتسامة تأخرت. حاولت أرمش، جفوني صارت حيل ثقيلة، وحسيت بشيء داخلي قاعد يراقب مو يسكنني. من ذاك اليوم صرت مو أنا، صرت ألاحظ أشياء، أوقف بدون ما أحس، أقعد أطالع بالناس فترة طويلة بدون ما أرمش، أكرر كلامهم بنفس نبرتهم بدون قصد. ومرة واحدة بالصف قالت لي ليش تحبين تقعدين بآخر طاولة؟ ما تذكرت إني اخترتها، بس حسيت إنها مكاني. إذا سمعتوا عن طالبة جديدة نقروها فجأة ساكتة، حركاتها محسوبة، تطالع الناس كأنها تبي تحفظهم، وتحسون إنها تعرفكم قبل لا تتعرف عليكم. لا تسألون عنها ولا تحاولون تفهمونها، لأن يمكن هي مو جديدة، بس تكون الدور اللي قبلكم.